بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم دلوقتي على موضوع البقع الداكنة اللي أحيانا بتظهر في مناطق معينة، خاصة في مناطق اللي متعرضة لأشعة الشمس أو للزهرة، سواء في الوجه أو في الكفين أو في مناطق زي أول الذراع أو أول القدم. البقع الداكنة دي طبعا خاصة في السيدات بتبدأ تضايقهم جدا، وممكن تظهر مع بعض التغيرات الهرمونية زي الحمل أو كده. طب علاجها إيه؟ سواء أيا كان الأسباب بتاعتها، ممكن تدي حاجات اللي بتقلل صبغة الميلانين في المناطق دي أو نشاط الغدد اللي بتفرز الميلانين اللي هي تحت الجلد، وبالتالي تحاول إنها تقلل البقع الداكنة دي في حجمها، وتبدأ تقلل الصبغة فيها، وتبدأ إنها تبقى قريبة من الجلد اللي حواليها. في كريمات كتير للكلام ده، منها الأشهر كريم ترايت سبوت، ده بيحاول إنه يقلل نشاط نسبة غدد الميلانين اللي هي بتعمل صبغة تحت الجلد اللي تحدد لون البشر. أتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.